اكنس بيتك ورشه يا عالم من يخشه. في مننا اللي بينظف بيته كل يوم، وفي اللي بينظف كل اسبوع، وفي اللي بينظف كل اسبوعين، وفي اللي بينظف في المناسبات، بينظف في الاعياد. وكل ما اتاخر في النظافه كل ما كانت الوساخه صعبه قوي انها تطلع. طب ده بالنسبه للبيت، طب بالنسبه لقلبك حضرتك حطه في الجدول من ضمن الحاجات اللي عايزه تنضف؟ ايه ده، هو القلب بينضف؟ لما يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قايل لنا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه معنى الحديث ده؟ مضغة يعني قطعة لحم صغيرة، بالنسبة حجمها بالنسبة للجسم هي قطعة صغيرة، ولكن هي اللي متحكمة في كل جسمك. يعني ايه؟ يعني حضرتك لما تسمع كده صوت حد ما بتحبوش او تشوف حد ما بتحبوش، ايه اللي بيحصل في جسمك؟ تبتدي تعبيرات وشك مستعدة كده لانها تدي البوز، وبتبتدي الايد بتاعتك تبقى مستعدة انها تدي بوكس، ولسانك يستعد بالالفاظ اللي مش كويسة، وكل جسمك بيستعد للشخصية دي اللي جاية اللي انت بتكرهها. طب الكره ده جاي منين؟ جاي من القلب. تعال نشوف الصورة بالعكس. لو شخص انت بتحبه وسمعت صوته من بعيد او شفته، ايه اللي بيحصل؟ وشك بيبتسم، جسمك بيرتخي، بتبقى سعيد جدا، وقلبك بيرفرف كده من السعادة. ليه؟ لأن قلبك بيحب الشخص ده. شفتوا بقى القلب ده بيتحكم في كل جسمك عشان القلب ديت نضيف أو إن القلب ده وحش بالنسبة لشخص. فلازم كل مرة أعمل نظافة للقلب. هتقولي طب هو القلب ينضف ازاي؟ بالمقشة كده برضو والفوطة زي البيت ولا ايه القصة؟ سيادتك قلبك بينضف من الحقد والكره والغل اللي هو فيه بالقرآن، بان انت تقرأ قرآن كتير، بان انت تتدبر قرآن كتير. هو القرآن بس ان انا اقول على الكفار ياه دول وحشين قوي، او على المؤمنين ياه يا رب نكون زيهم؟ لا، حضرتك القرآن ديت بيكلمك وبيكلمني. حضرتك القرآن ديت ممكن تسمع منه آية تغير لك كل حياتك، تسمع منه آية أكنها بتخاطبك انت بالظبط. يعني لما الصحابة رضوان الله عليهم لما توفى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي أكبر مصيبة حصلت، سمعوا الآية ديت من سيدنا أبو بكر أكنهم أول مرة يسمعوها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. سمعوا الآية دي أكنهم أول مرة يسمعوها رغم إن هم كانوا حافظينها. إذا القرآن كل شوية لازم أقرأ القرآن وأتدبر معانيه وأطبق ده اللي هو التدبر، إن أنا أشوف القرآن ده بيخاطبني في إيه، بيعدل فيا إيه، بيخليني أتعامل مع المواقف إزاي. قراية القرآن كتير، الصلاة، الدعاء، السجود، كل ده اسمها نظافة للقلب. لازم باستمرار يوميا في الصلوات اللي أنا بعملها الخمس صلوات ابتدي أدعي، ابتدي أشوف لو في مشكلة ألجأ لربنا، أقرأ قرآن وأشوف حل للمشكلة ديت اللي تطلعني منها. هي دي النظافة اللي أنا لازم أعملها يوميا للقلب، أو إن أنا أعملها كل أسبوع أو كل أسبوعين. بس كل ما هتتأخر حضرتك كل ما قلبك هيقسى، وهيبقى صعب جدا إنه هو يطلع منه الوساخة دي اللي عليه، اللي هو الكره والحقد والتدخل فيما لا يعنيه. كل ديت اسمها أمراض القلوب. لازم أنظف قلبي أول بأول عشان أقدر أتعامل مع الناس بشكل تاني. طيب هو حضرتك كده أنا عايزة أسأل سؤال، هو ليه إحنا بندي أحكام على الناس من غير استئناف؟ يعني أنا دلوقتي الشخص ده وحش إذن هو وحش على طول الخط، الشخص ده حلو إذن هو حلو على طول الخط. ده ما بيحصلش. إحنا متقلبين وبنبقى وحشين وبعد كده بنتعدل، وبنبتدي تجارب الحياة تغيرنا وتخلينا إن إحنا لا نتعدل ونتحسن في حاجات كتير. وده حصل في عهد الصحابة. يعني لما يبقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان قبل الإسلام الصحابة كانوا بيقولوا عنه إيه؟ لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. يعني شوفوا هم كانوا عندهم إن هم يقولوا إن حمار الخطاب أسلم ولا إن سيدنا عمر بن الخطاب يسلم. شوف إن هم كانوا مستبعدين إنه يسلم إزاي، كانوا حاسين إن هو إنسان وحش جدا ومش ممكن إن هو يخش في الإسلام ولا يرق قلبه للإسلام، ولكن دخل الإسلام وحسن إسلامه وسماه سيدنا محمد أول ما دخل سماه الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل، وبيه تحولت الدعوة من السر إلى الجهر. شوفوا إزاي
ازاي ان الحكم ما اتخذش حكم نهائي ولازم يبقى فيه حكم استئنافي. ده عندنا مثال تاني من الصحابة وهو سيدنا خالد بن الوليد، واللي كان سبب في هزيمة المسلمين في غزوة أحد بعد ما كان نصر للمسلمين وقتل عدد كبير من المسلمين، ولكنه دخل الإسلام وحسن إسلامه ومحدش اتكلم أبدا عن اللي كان عامله قبل كده. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول. ليه؟ لأنه ما دخلش معركة في الإسلام إلا وانتصر فيها. فناخد بالنا ما نديش حكم للناس كده حكم نهائي. كل مرة ان انا دلوقتي خلاص اتضايقت من شخص ابتدي اكلمه، ازعق معاه، اتخانق معاه، اعمل اللي انا اعمله، ولكن خلصت كده الحوار ما بيننا، يخلص حالتي من جارتي واطلع الموضوع من قلبي واتعامل معاه تاني. يعني لما انا يبقى ربنا موسعها عليا وكل الابواب مفتوحة ليا، انا اقفل ابواب بان انا امنع التعامل مع اشخاص معينين واضيق على نفسي المكان اللي انا واقفة فيه. طب وعلى ايه؟ انا خلاص الشخص ده متضايقه منه اديله كلمتين ويديني كلمتين ونتكلم وهكذا، خلص الموضوع، اقفل اليوم التاني بصفحة جديدة مع الشخص وعندي خبرة منه قبل كده، يعني مش هقع في نفس الحفرة تاني، ولكن هتعامل. مفيش حاجة اسمها ان انا اقطع مع ده واكره ده واقطع العلاقات مع ديت ما ينفعش اضيق على نفسي حاجة ربنا موسعها لي. من الاخر كده اكنس قلبك ورشه، يا عالم من يخشه. ما انا مش معقولة ان حد شخص هيخش جديد على القلب وهو فيه كل الاحقاد والغل دي ويبتدي هو يدفع الفاتورة القديمة. لازم يخش وانا اتعامل معاه بشكل جديد، ما يبقاش قلبي قفل خلاص من كتر الناس اللي انا اتعاملت معاهم ومن كتر الوساخة اللي انا سبتها في قلبي وما نضفتهاش اول باول. اكنس قلبك ورشه، يا عالم من يخشه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.